هيحصل لك ايه لو بقيت الروبيان لمدة يوم واحد؟ اول ما مامتك تبيدك هتنزل قد الفشفوشة وتبقى متجمع مع حوالي 10,000 اخ، وطول ما انتوا في البيض ماما هتفضل تغسل فيهم وتهوي عليهم عشان ما تجيش عليك بكتيريا لا انت ولا اخواتك. وبعد 14 يوم تفقسوا وتبقوا فشافيش صغيرين، وبعد 3 شهور بتكتشف مواهبك الجبارة وتعرف انك اقوى ملاكم في العالم كله. اللي بياخد منك بوكس بيتكلم كده، قالوا ايش يا عم مأمون؟ قالوا ايش؟ وبتعرف ان سرعة ضربة البوكس توصل 80 كيلومتر في الساعة، يعني 22 متر في الثانية، ده قريبة من سرعة الرصاصة. والطاقة اللي بتنتج عن الضربة بتاعتك بتكون كافية انها تنتج حرارة بتوصل 4800 درجة، ده قريبة من درجة حرارة سطح الشمس. انت بتضرب وتقليهم في نفس الوقت ولا ايه؟ وتعرف ان عيونك لوحدها معجزة، انت بتقدر تشوف بيهم 16 لون في الطبيعة، يخرب بيتك. شوف شوف. واخيرا بعد سنة ونص بقيت راجل قد الدنيا ومش قادر، عاوز تتجوز، فتختار الملاكمة اللي شبهك. ساعتها بيكون في كام محمد علي كلاي هيموتوا عليها، فتعجنوا بعض، وعشان انت رجولة هتكسب العركة. ولكن لحظة، هتكتشف كائن اسمه الانسان ويهين سنين حياتك اللي عشتها في الحلبات عشان يقليك ويطشك بحتة توم.